بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا بنات، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. النهاردة عايزين نتكلم في موضوع مهم، وهو ازاي تحبي نفسك. هل انتي بتحبي نفسك؟ طيب تعرفي منين ان انتي بتحبي نفسك؟ تعالوا كده نشوف، ندردش في بعض الأمور. عندنا في العالم العربي بتاعنا المرأة العربية يعني سوبر وومن الصراحة. يعني بتقوم بجميع تلبية رغبات وإشباع رغبات جميع من حولها، سواء من أهل الزوج، من أهلها، من أولادها. أهم حاجة عندها إن هي ترضي من حولها. طيب فين احتياجاتك انتي؟ فين إرضائك لنفسك انتي؟ هل انتي بتهتمي بذاتك؟ طيب مش في بعض الأوقات كده بتحسي إن في صرخة كده من جواكي تقول أنا تعبت، أنا زهقت، أنا مش قادرة أتحمل أكتر من كده، أنا حاسة بلود فظيع، أنا حاسة بضغط عليا، أنا أشغالي كتير، أنا مش لاقية وقت لنفسي. طيب فتروحي عاملة حاجة لذيذة جدا، تلاقي كده واحدة صاحبتك تروحي خارجة معاها، أو تطلعي تعملي شوبينج، أو تتكلمي مع صديقة ليكي. بس مش هو ده برضو، انا لسه برضو مش حاسة بالسعادة قوي. عارفة ليه؟ لان انتي بتبصي ان انتي تسعدي نفسك خارجيا مش داخليا. انتي عايزة تستمدي سعادتك من الاخرين، من ان انتي تخرجي، من ان انتي تعملي شوبينج، تتكلمي مع صديقة، من ان انتي تقري كتاب معين مثلا بتحبيه. بس انتي لازم تشبعي داخليا. ازاي تتكلمي؟ تتعلمي ازاي تتكلمي، ازاي آه، الآخرين يعجبوا بيكي. طيب برضو ازاي تهتمي بنفسك؟ برضو لسه ما وصلتيش لدرجة ان انتي تشبعي نفسك داخليا. اغلب وقت المرأة العربية بتنتظر ان هي تشبع من الخارج، وده بيجي عكس توقعاتها خالص. الحقيقة بيجي عكس توقعاتها. يعني هي بتعمل كتير جدا وتنتظر من الآخرين رد فعل يكون جيد، وده ما بيحصلش، وبالتالي بتصاب بالإحباط الشديد. عارفة ليه؟ ببساطة شديدة جدا، وحاجة انت غافلة عنها. لانك بتستمدي سعادتك وامانك من الاخرين، والمفروض انت تستمدي سعادتك وامانك من الله. الله سبحانه وتعالى هو مصدر كل الامان وكل السعادة الموجودة في الكون. الله هو مصدر لسعادتك، مصدر لامانك. هو الله اللي بتستمدي منه طاقتك. هو الله اللي بتشحني منه معنوياتك. مش تشحني معنوياتك من زوجك لما يقولك كلمة حلوة، ولا أهلك لما يثنوا عليكي شكرا إن انتي عملت لنا كذا، ولا اللي حواليكي معجبين بأفعالك. لا خالص. دايما انتي بتنتظري إن اللي قدامك يثني عليكي. طيب هل ينفع إن انتي تعيشي بمنهج الشحاتة، اللي تفضل تشحت المشاعر وتشحت الثناء وتشحت الشكر من اللي حواليها؟ طيب وما تكونيش انتي ليه ملكة وتقعدي كده متوجة على العرش، وتجيلك الهدايا لغاية عندك، وتجيلك الكلمات الحلوة لغاية عندك، ويجيلك الثناء كله لغاية عندك؟ ليه؟ ليه ما بتكونيش ملكة كده متوجة؟ ليه بتتعاملي بمنهج الشحات اللي يفضل يروح لجوزك تقولي له انت بتحبني؟ تروح لأهلك، طب ايه رأيك في الحاجة اللي انا عملتها دي كويسة؟ تستني كلمة شكر، تستني ثناء. ليه؟ طيب ولما بتلاقي رد فعل منهم يكون مش كويس، ايه اللي المفروض ان انتي بتعمليه؟ انتي بتتضايقي جدا وبتحبطي وبتصابي بحالة نفسية. طيب هو انتي بتستمدي طاقتك وبتستمدي قيمتك من الشخص ده اللي ضايقك؟ لا طبعا. انتي بتستمدي قيمتك منين؟ من ذاتك، من الله، من علاقتك مع الله. لازم تعرفوا ان مفيش انثى على وجه الكون ما فيهاش حاجة حلوة. الأنثى بطبيعتها كائن جذاب. يعني إيه جذاب؟ يعني فيكي حاجة حلوة، دوري على الحاجة الحلوة دي واعرفيها. دي الحاجة اللي ربنا ميزك بيها، إن انتي تكوني كائن جاذب للرجل. مش انتي اللي
تنتظري منه ان هو يثني عليكي او يقولك بحبك او يقولك كلمة حلوة، ابدا. استمدي طاقتك كلها من ربنا. تأملي خلقك، تأملي تركيبتك. شوفي، لازم تعرفي ان انتي امرأة قوية مش ضعيفة. ربنا ميزك ان انتي تقدري تعملي كم من الاشغال في وقت واحد الرجل ما يقدرش عليها. فبصي لنفسك، شوفي ايه اللي اقدر استغله من مهاراتي، ايه اللي اقدر اتعلمه جديد يحسن المهارات بتاعتي. لكن جو السوبر وومن اللي انت عايشة فيه ده، اشغال وبيت واولاد وطول النهار على كده، ده غلط. اتعلمي ازاي يبقى عندك سرعة استجابة، سرعة فهم، سرعة حفظ. اتعلمي ازاي تنجحي. علشان تتعلمي ازاي تنجحي مش لازم تتعلمي ازاي اذاكر عشان انجح، لا خالص. ذاكري بس ذاكري بطريقة صحيحة. لو احنا عندنا 2 من الطلبة، واحد فيهم ذكي جدا، بينمي مهاراته، بينمي قدراته، وبيشتغل على نفسه، ولما بيجي يقعد يذاكر بياخد وقت قليل جدا، سريع الاستجابة، سريع الفهم، وبينجح مع ان ما بيذاكرش وقت طويل. طالب تاني غبي جدا، مخه قافل، ما بيتعلمش اي مهارات، ما بيشوفش ازاي اخد دورات اسرع من فهمي، اسرع من استجابتي. وبالتالي ايه اللي بيحصل؟ يقعد يذاكر 20 ساعة 30 ساعة، مفيش. يقعد يذاكر مكفي على المذاكرة يوم كامل وبرضه طلع ما فهمش حاجة. ليه؟ لان هو اصلا ما تعلمش ازاي يذاكر صح. هو عاوز يذاكر عشان ينجح، فقعد ساعات طويلة جدا وفي الاخر ما عملش اي حاجة. روحي اتعلمي مهارات، خدي دورات، نمي قدراتك، اكتشفي الشغف بتاعك، طوري ذاتك. ما تقعديش قاعدة ساكتة كده. لازم تدوري تشوفي شغفك الداخلي ايه، انت بتحبي ايه، انت عايزة تنجحي في ايه، انت عندك مهارة ايه هتقدري تنميها، هتقدري تفيدي المجتمع بيها وتفيدي نفسك في نفس الوقت وتفيدي أولادك وزوجك. وساعتها هتستحقي كل حاجة حلوة تجيلك في الحياة من غير انت ما تطلبيها. خليكي ملكة. روحي اتعلمي، خدي دورات، خدي كورسات، اقري كتير، احفظي قرآن، ادخلي دورات. ايه المشكلة؟ ساعتها بس هتستحقي كل الخير. وعشان تعلي الاستحقاق بتاعك لازم تكتشفي الشغف بتاعك، لازم تتعلمي مهارات. دوري في نفسك. انت بتحبي القراءة، بتحبي الكتابة، بتحبي التصوير، طب بتحبي تصميم الأزياء، بتحبي الخياطة، بتحبي الكروشيه، عايزة تبقي مصممة إلكترونية تعملي برامج، عايزة تعملي أشغال يدوية، بتحبي التنظيم والترتيب والطبخ، طب بتحبي التسويق والإعلانات، طيب تربية الطفولة مثلا، عمل تطوعي، خطابة، تصممي ديكور، تصنعي حلي، تصنعي شموع، عطور، تحفظي قرآن، ترشدي، بتحبي أصلا الرياضة، تعملي ديكوباج، تتعلمي لغات، تتعلمي تجارة، تسويق، اي حاجة تانية انت ممكن تحبيها، اي حاجة. شوفي، اكتشفي الشغف جواكي، نميه نميه عشان تعرفي انت بتحبي نفسك ولا لا. هسألك بعض الأسئلة اللي تعرفي بيها انت بتحبي نفسك ولا لا، وانت جاوبي بنفسك ودي لنفسك إجابة. لو جاوبتي أقل من 5 إجابات صح مظبوطة كانت فيكي، اعرفي ان انت مش بتحبي نفسك خالص ومحتاجة تشتغلي على نفسك كتير. لو جبتي اكتر من 10 يبقى انت رائعة وبتحبي نفسك جدا وبشكل ممتاز. لو جبتي من 5 ل10 اعرفي ان انت بتحبي نفسك بشكل متوسط ومحتاجة ان انت تزودي حبك لنفسك. طيب، اول حاجة، هل انت عندك وقت خاص لنفسك بتستمتعي بيه بمفردك لوحدك خالص؟ تاني حاجة، هل انت عندك هوايات بتمارسيها باستمرار؟ تالت حاجة، هل انت بتشعري من جواكي ان انت بتستحقي الخير والسعادة؟ رابع حاجة، هل انت بتهتمي بمزاجك وما بتلتفتيش لتوافه الامور، يعني بتبقي مش حساسة؟ طيب، هل انت بتعطي وتاخدي بتوازن؟ هل انت بتطوري نفسك عن طريق الدورات والقراءة والبرامج المفيدة؟ طيب، هل انت بتمارسي الرياضة؟
هل انت بتتسولي الحب من الاخرين اللي هو منهج الشحاتة اللي اتكلمنا عليه مش الملكة؟ هل انت بتعتني بجمالك اسبوعيا؟ هل انت عندك اصدقاء بيشاركوك اهتماماتك؟ هل انت بتقعدي كده مع ربنا وتمارسي استرخاء وتقعدي في مكان فيه طبيعة او بحر او سماء وتكلمي ربنا وتتفكري في خلق السماوات والارض؟ هل انت بتنظمي مهامك ووقتك كله مشغول؟ هل انت عندك اهداف بتسعي لتحقيقها؟ هل انت بتقدمي الاخرين على نفسك بشكل معقول ولا بشكل كبير؟ لو سألتي نفسك الاسئلة دول وحطيتي اجابات هتعرفي قد ايه انت بتحبي نفسك. والمرة الجاية ان شاء الله هكلمكم عن موضوع مهم جدا، هو ازاي تعلي استحقاقك، ازاي تعلي استحقاقك في الحياة. ارجو ان انا ما كنتش طولت عليكم ويكون الموضوع ظريف ولذيذ وتكوني حددتي شغفك، ونبتدي نتكلم المرة الجاية ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متنسينيش في اللايك والشير والسبسكرايب، كومنت جميل زيك. السلام عليكم.